أهلا وسهلا، ازيكم؟ الفن الهابط أو بالمعنى المتداول عند الناس الإباحية. انت عارف الإباحية؟ الإباحية هي مواد أو أشياء وظيفتها تعزيز وإثارة الغريزة الجنسية عند أي حد. بمعنى إن إحنا كلنا عندنا الجانب الحيواني مننا، وعندنا غرائز ربنا زرعها فينا لهدف استمرار الجنس البشري. الحاجات دي بقى مش لازم تكون محسوسة، بمعنى ممكن تكون محسوسة مقروءة أو حتى مكتوبة أو حتى على شكل تمثال. وده بيأكد لنا إن الإباحية مش حاجة جديدة على التطور التكنولوجي طبعا اللي إحنا وصلنا له، ولكن بالعكس التطور اللي إحنا وصلنا له بقى حاجة جديدة بتفتح خلي موضوع الإباحية ده عادي وحاجة كبيرة جدا علشان تكون في كل بيت. لا ومش كده وبس، دي بقت في كل جيب حد ممكن يكون ماشي في الشارع ومبقاش في اسهل منها الا من رحم ربي. عاوز اثاره؟ افتح موبايلك اكتب كلمتين وهتلاقي كل حاجه ترضي غريزتك، وطبعا الا من رحم ربي وربنا يطهر قلوبنا كلها من كل سوء. نرجع ونتكلم عن التاريخ شويه. لو رجعنا لاقدم عصور الارض هتلاقي برضو كان في اباحيه، ولكن ربنا كان بيبعت رسول لكل امه لما كان الموضوع ده بيشتد فيهم وبتعم الفاحشه بينهم كده بشكل كبير. وطبعا ده قبل ما ربنا بيرسل غضبه عليهم، واللي كان بدليله كانت وثيقه تثبت ان الاباحيه بتفسد المجتمعات، واللي بدورها كل القوانين في كل البلاد حرمت واجرمت الاباحيه. قبل ما نتكلم عن اي حاجه ففي نوعين اساسيين عن الاباحيه، نوع محتشم شويه واسمه السوفت كور، ونوع تاني كله مفتوح على كله اسمه الهارد كور. حد بقى هيجي ويسالني ليه قسمتهم بالشكل ده؟ عشان اقول لك يا سيدي ان النوع الاول ده مش فن هابط، ده إباحية بتتصنع في المسلسلات والأفلام العالمية اللي هي المفروض يبقى فيها ممثلين وأشخاص مهمين ومحترمين في المجتمع اللي احنا فيه، واللي بيقولوا إن هو المفروض في شوية احتشام، وبتعتبر زي التوابل كده اللي بتضيفها في الأكل عشان تديله شوية طعم. هم بقى عشان انت تيجي تتفرج على مسلسل ولا فيلم ده بيحطوا لك كام حتة كده مش ولا بد وانت فاهم اصلا. القصة او المسلسل او الفيلم او ايا يكن كانت ممكن تكمل من غير الحاجة دي، بس المخرج عايز كده، هو عارف ليه كويس. نروح بقى للحاجة الاساسية واللي هي الاباحية بالهارد كور. لو هتيجي تكلمني على مستوى المجال ده فانا هقولك المجال ده حقق ارباح وصلت ل3.5 مليار دولار. بس استنى، ده انا عندي الاوحش. تخيل الارباح دي كانت في سنة كام؟ 2001، اللي اساسا في الوقت ده ما كانش فيه ولا تليفونات سمارت ولا واي فاي في البيت ولا ايباد ولا تابلت ولا كل اللي انت شايفه ده اصلا. متخيل؟ عايزك بقى تتخيل معايا لو مثلا بصيت للرقم ده بقى كام اليومين دول. انا عن نفسي لو قلت لي انا رايي ايه في الموضوع ده، انا متاكد ان الرقم ده مضروب في 10 وممكن اكتر، وده اقل واجب من اللي احنا بنشوفه. بص بقى يا سيدي، كندا، كرواتيا والدنمارك والمانيا وشويه دول كده كمان عملوا تجربه وحاولوا كده يبصوا للإباحية ويبدأوا يشوفوا تأثيرها على المجتمع هيبقى عامل ازاي. لقوا ان حالات الاعتداء والتحرش والاغتصاب كل ده قل، وبالذات الاعتداء على الأطفال. ولكن انت هتيجي وتقول لي طب ما الموضوع ايجابي، ايه المشكله؟ هقول لك اصبر شويه، اصل التقيل جاي وتقيل قوي. اولا الشعوب دي على حافه الانقراض ومفيش جواز خالص، ومعدلات الولاده قلت وقربت توصل للصفر، ومعدلات استهلاك الاباحيه بدات توصل عندهم ل 99% من بقى مشاهدات وشراء معدات الحاجات دي، وما اقولكش يعني بقى بيتعمل لها محلات. ومعدلات الطلاق زادت جدا لان مسؤوليات الجواز عندهم بالنسبه لهم بقت صعبه، والواحد مبقاش عايز يبقى مسؤول. بالنسبه لبعض الاشخاص ايه المسؤوليه دي؟ وغير كده ما عندهمش دين ولا اي هدف سامي للحياه، وان هو ينشئ اسره ولا يخاف على اطفال ولا يحاول ان هو يزود نسله، ده ما بقاش موجود عندهم بالمره. او يا اما يبقى حد متعلق بديانه ويحاول يورثها لعياله، ما بقاش موجود، قل بالكامل. والمشكله كلها ان هو ما وقفش هنا بس، لا ده وصل لحاجات تانية وغريبة. وصلت بقى يا معلم ليه؟ ان الممثلين الاباحيين كل شخص فيهم بكل سهولة بيمسك تليفونه ويصور اللي هو عايزه ويتاجر ويكسب فلوس زي ما هو عايز، وبيصوروا كل اللي هم عايزينه بدون الرجوع لأي عقل ولا شرف ولا دين لو كان عندهم ديانة. وحتى السمعة بقت حاجة عندهم عادي، وفيها ايه لما يكون كده؟ في جملة قديمة سمعتها عجبتني جدا، مش عارف مين اللي قالها او نسبوها لمين، بس ممكن تعملوا سيرش عليها وتشوفوا ايه القصة اللي وراها. الجملة كانت بتقول قتلوا الشرف ليحيى العار. عارف الجملة دي
بتوصلنا لايه؟ ان هم دلوقتي بقوا بيستضيفوا الممثلات الاباحيه في اكبر الجامعات العالمية. في الحرم الجامعي من أكبر الجامعات في بريطانيا بتستضيف عادي ممثلة إباحية، اللي بيتخرج منها المفروض عدد كبير من قادة العالم في العلم والعلوم، فيها أكبر عدد من الشخصيات الأدبية والعلمية والسياسية. ودرس في الجامعة دي يمكن واحد من أشهر العلماء اللي يمكن لسه متوفي من كام سنة، ستيفن هوكينز على سبيل المثال. فما بالك الاتنين دول قعدوا في نفس الحرم الجامعي، ودي كانت إيه وده كان. فلازم بعد اللي حصل ده احنا نعرف كويس قوي ان اللي جاي اصعب بكتير واشد انحطاط اللي انت شايفه، واللي هم اطلقوا عليه حرية اختيار النوع. كل واحد يعمل اللي هو عايزه، كل واحد ليه الحق في جسمه وبراحته. فاحنا لازم نخاف كويس قوي 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 على الاجيال اللي جايه واللي هتيجي بعد اجيالنا واجيال اجيالنا. غير كده ان انت عارف ان ده مش طبيعي وضد فطرتنا اصلا. بس هنا السؤال، هل الجيل الصغير دلوقتي واللي هيجوا بعدنا عارفين الكلام ده؟ فالإباحية في الزمن اللي احنا فيه ده مع وجود الصالح والفاسد، سيطر الفساد للأسف على معظم المواقف. لأن انت ممكن تكون عارف ان ده غلط وتهاونت فيه، فاللي بعدنا هيعرفوا ان احنا تهاونا فيه وكان الموضوع بالنسبة لنا عادي. ففي معتقداتهم أصلا ممكن الحاجة دي ما تكونش غلط. نيجي هنا بقى الموضوع مهم، هو إدمان الإباحية. الإباحية رغم إنها شيء بسيط جدا بالنسبة للإنسان وهو شايف إنه ممكن يتحكم فيها عادي جدا، إلى إن 9%، أيوة 9% من الناس اللي أدمنوا الإباحية هم بس اللي نجحوا إن هم يبطلوها. بمعنى إن الموضوع مش بسيط ومش هينتهي. حتى لو حضرتك فاكر ان هو هينتهي بعد الجواز، مش هيحصل على فكرة. لا، ده ممكن يكمل معاك وممكن يكون سبب في الوقوع في ذنب اكبر من الاباحية نفسها، او ممكن يكون سبب في النهاية بينك وبين شريك حياتك بالطلاق. رأي الدين بقى في الإباحية من الآخر كده، الإسلام حرم الإباحية وكذلك المسيحية وكل الديانات السماوية حرمتها. ولكن هل احنا بناخد بده؟ لا. طب هل سألت نفسك ايه السبب الرئيسي اللي مخلي الأديان تحرم الإباحية؟ هقول لك يا سيدي، أول حاجة هو التأثير السلبي المدمر على المجتمعات واللي احنا بنشوفه اليومين دول من ضيقة وسوء في أحوال المعيشة وعدم التفاهم في البيوت وبين الإخوات وبين الجيران وبين الأزواج وبين وهو بسبب ظلمنا لنفسنا بأننا بنعصي ربنا. وعلى فكرة ربنا ما حرمش الإباحية من لا شيء، ربنا حرمها عشان بتقلل من قيمة المرأة وبتزود دايما العنف ضدها. واي حد بيشوف الإباحية وبيدمنها هيشوف المرأة فقط لإفراغ شهوته الجنسية، وده يمكن السبب الرئيسي اللي خلى الإسلام يحرم الإباحية. ففي النهاية يا سيدي عايز أقولك اتقي الله، اتقي الله في أهلك واخواتك وقرايبك، واتقي الله في جيرانك والناس اللي حواليك وأهل بلدك. الموضوع ده كبير جدا ومش هين، واوعى تتعمق فيه عشان صدقني يمكن الإباحية أوحش من المخدرات وبتدخل الإنسان في حاجات عمره ما يكون متوقعها. بتبقى دايما حاسس بالوحدة ومش عايز تقعد مع الناس ومش واثق في نفسك ومش عاجبك أي حاجة في الدنيا، وشايف المرأة دي دايما مشهد وسلعة وحاجة بس عايز ترمي فيها شهوتك الجنسية. راجع نفسك كويس، ولو انت في الموضوع ده مش صعب ان انت تطلع منه لو كان عندك إرادة وكان عندك إيمان بربنا واتقاء فيه وفي كل الناس اللي حواليك. ربنا يهدينا كلنا. ولو بتتفرج على الحاجات دي أتمنى تاخد القرار وتنهيه من دلوقتي حالا، من أول ما شفت الفيديو ده، وتقرب من ربنا وتبدل كل سيئاتك حسنات. ربنا يكون في عوننا كلنا ويسامحنا كلنا. وصلت لهنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وزر الجرس بقى عشان يوصلك كل جديد اول باول. ويا ريت لما تدوس على زر الجرس تختار ان كل الاشعارات تجيلك، مش بس بعض الفيديوهات او الاكثر اثاره او الاكثر مشاهده. حط قول وخلاص، يعني مش هتخسر حاجه. انا دايما بحاول ان شاء الله انا افيدك وابسطك، وان شاء الله دايما اشوفك بخير وبصحه وسلامه، ونكون دايما عند حسن ظنكم. خدوا بالكم من نفسكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد زي ده المره الجايه.